السلام عليكم ورحمة الله. الرسالة دي لكل أبنائنا على مستوى جمهورية السودان بمحلية تولس وكل المحليات، وخاصة في محليات تولس. الآن كلكم بتعلموا الناس الموجودة هناك أنه ما يسمى بمناظر محمد الفاتح داير يستنفر تاني 3000 عشان يمشي يوديهم وين؟ عشان يمشوا يسقطوا الفاشر. الدعم السريع طلب من كل المكونات 3000، بالذات مكونات جنوب دارفور ووسط دارفور وغرب دارفور. ولانه لشنو الاسباب؟ لانه ما عندهم ماليه. قال عبد الرحيم دقلو ما دفع القروش للولايات، وقال انه اذا كان مثلا ما سقطت الفاشر لا يمكن يقدروا يشغلوا جبل عامر. عشان كده جايبين منظومه جديده مضاده للطيران والتشويش وباي طريقه عشان يقدروا يسقطوا الفاشر. وقال الفاشر هم ما بيقدروا يسقطوه يعني بالمشاة صعب شديد. طيب ابنائنا ابناء الفلاته، انت دورك شنو يعني؟ انت ليه الثلاثه يودوك؟ ليه يودوك؟ لما رفضوا جزء من الشباب الان الليله مسجونين الان. الفيديو ده حيكون في فيديو تاني وثالث ورابع، ثالث ورابع. عشان شنو؟ عشان الرساله تصل لكل ابنائنا. الكلام ده ما بودي لقدام. وشكرا للناس الان الوعت بقت بتعارض في الكلام ده، وده كلام كويس. في شباب الان واعيين جدا، وفي شباب من زمان بيعارضوا في الموضوع انه دخول المكون في داخل الدعم السريع كاداره اهليه. ناس قالت الكلام ده خطا، في ناس طبلت، الان في ناس اتراجعت. الليله بيشيلوا بقرك وغنمك عشان يودوهم يمشي يعمروا بهم ولايه جنوب دارفور. انت ذنبك شنو يعني؟ ليه يشيلوا بقرك وغنمك عشان ينموا بين الولايه؟ اين قروش الدعم السريع؟ اين قروش علي دقلو؟ ما قالوا هم دايرين ابنوا دوله. اين المداخل حقتهم؟ وين دخلهم؟ لماذا قفلوا قروشهم؟ والان بيقول لكم انتوا كفلات بيعوا بقركم. انتبهوا كويس، لو في تلمية عملها في منطقتك. انا ما داير الفيديو ده يكون طويل. الناس تعمل شير ولايك، شير في كل الجروبات. تحياتنا لكم كثير. الليله يوم 8 يوم 29 8 29/7/2024.